تلك الجيوش التي تستعرض بالأسلحة وبالصواريخ وبالدبابات في العروض الوطنية في كل عام لا تخرجوها بعد ذلك. احنا دولة بنسلح جيشنا وبنحدثه وبنخليه في قمة الجاهزية. من أجل إيه؟ مش من أجل الحرب. إن كان في قلوبكم ذرة من خجل لا تخرجوا أسلحتكم بعد اليوم في العروض الوطنية في كل عام، إياكم أن تخرجوها. إن هم عارفين كويس قوي مصر تمتلك إيه. كل حاجتنا الحمد لله، وهذه قدرات دولة. أين هي من أطفال غزة؟ أين هي من الذين يقتلون هذه اللحظات؟ أين هي؟ تم تزويد هذا الجيش العظيم من كل شيء أعظم شيء. يا ابن الوليد، يا ابن الوليد، ألا سيف تؤجره؟ فإن أسيافنا قد أصبحت خشبة. وستبقى بوصلتنا فلسطين تاجها القدس الشريف. أي يا فتحة الصدر من واحد يسمع نشرة الأخبار ويسمع حلقة الرؤساء وملوك وجيوش ودول، وتالي 5 مخبطين يقتلون بشعبنا فلسطين وأطفالنا يذبحون بيهم ويهينون نسائنا. أنا هروح من ربنا فين لو لسه؟ عشان شحنية تمرق على غزة بدهم 20,000 دولار. لمين ال20,000 دولار؟ لشركة أبناء سينا. ويح العروبة، كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياها. لكن الرئيس النهاردة ادانا أولا لينا خريطة الطريق هي موجودة، ولكن النهاردة تأكيد المؤكد وتأكيد دورنا. احنا لسنا في موضع اتهام. بينما نقصف نحن في غزة، تدرون بأي نفط نقصف؟ نحن لا نقصف إلا بالنفط العربي الذي يباع لإسرائيل. كل الدول العربية والإسلامية، كل الدول العربية والإسلامية اللي بتتكلم على غزة، كل وتركيا وغيره، تجارتهم مع إسرائيل قد إيه؟ شوفوا يا جماعة قد إيه. تظنون من أين جاءت إسرائيل بالنفط؟ هل إسرائيل تمتلك النفط؟ لا والله. هل أمريكا تمتلك النفط؟ لا والله. نحن نقصف بنفط العرب والمسلمين. لو أنا السبب في إن أنا ما أدخلش لقمة عيش اللي أقدر أدخلها لغزة، أروح من ربنا فيه. President of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. منفذ رفح لم يتم غلقه مش من أثناء الحرب فقط، حتى من قبل كده. They welcomed me into their heart. I paid to go there as a nurse. They beat me in the desert for feeding starving Islamic children. شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه؟ لكن نشطاء من المغرب العربي وثقوا منع دخول بعضهم للبلاد من قبل السلطات المصرية رغم تأكيدهم لحمل التصاريح اللازمة بسبب إعلانهم المشاركة في قافلة الصمود. أول حاجة وده حق الدولة، لازم الحصول على موافقات مسبقة. Where is your calm? Where is your heart? وين الإنسانية اللي بتدافع For the love of life and for the love of humanity. يا رب، قطعنا الأمل من كل البشر وأوصلناه بك، وأنت الذي لا ينقطع بك الأمل ولا ينقطع بك الرجاء. أنت حسبنا ونعم الوكيل. النهارده هنتكلم عن حته جامده قوي، حته فيها السيسي وهو لابس وش البريء بيقول لك الحقيقة إن حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ويمكن في الضفة الغربية أيضا بتستخدم الآن كورقة سياسية للمساومة. طب واحنا يا ريس نعمل ايه بالكلام الحلو ده؟ نشربه ولا نحطه في كبسولات فيتامين؟ والضمير الإنساني بيقف متفرج، والمجتمع الدولي بيقف متفرج على ما يتم في قطاع غزة. يوم 15 ديسمبر 2024 السيسي طلع في لقاء وقال لك بمنتهى الثقة حاجتين أنا ما عملتهمش بفضل الله سبحانه وتعالى. إيدي لا تعاصر دم حد ولا إيدي خدت مال حد. كلكت تاني مرة يا مؤمن 6 يناير 2025 في الكاتدرائية وقال لك لو إيده متعاصى بدم الناس خافوا على بلاكم. يا ريس يعني احنا كلنا غلطانين واللي شايفينه ده فيلم هندي؟
لأن اتقال كلام كتير على أن مصر هي السبب. لا لا، طب خطة جديدة، وأنا واثق إن ولا حد فيكم خبرها. حيث لا يزال آلاف المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار سن محاصرين تحت القصف الإسرائيلي دون أي وسيلة للنجاة أو إيصال استغاثاتهم للعالم. لا لا، زين، الجديد اللي ما حدش يعرفه أنا ناوي أعمل فيه إيه بعد ما أقتله. طب ما السنين اللي فاتت كان في قلق، واللي قبلها كان في قلق. لمست خلال يعني شهرين ثلاثة اللي فاتوا نوع من القلق ويمكن الخوف، وده مش وحش. طمن وحط بطنك منجي عويس، انا هقول لك اكبر محاسب موجود في البلد، وباذن الله اعدام واستئناف في نفس التوقيت الصيفي. ان الامور في الدول مش بالاخلاقيات وبالضمائر، الامور في الدول بالانظمه والقوانين. انا ناوي اخد جثته واروح اتويها. والظروف الصعبه موجوده بقالنا سنوات طويله جدا. كده يعني في راجل يعيط ليه يعني؟ يا اخي في حريم. ان شاء الله تعدي الامور بسلام. يعني خلاص. حاجتين انا ما عملتهمش بفضل الله سبحانه وتعالى. ايدي لا تحاصر دم حد ولا ايدي خدت مال حد. امال كل اللي ماتوا في السجون واللي اختفوا قصري واللي اتصفوا في الشوارع ده كان ايه؟ العاب ناريه؟ لا لا. طب ماشي هنعديها ونقول الراجل صادق، بس يا ترى الصدق ده هيفضل لحد فين؟ هنا بقى بنروح لمعبر رفح. انا هقول لكم كلمه صعبه قوي، انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ طب يلا. يوم 18 مارس 2025 تقرير من موقع يرت الإسرائيلي قال الجيش الإسرائيلي هو اللي أعلن إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني. لا لا، بس تعالى بقى نشوف التصريحات المصرية. المعبر مفتوح ودخلنا المساعدات 4 مرات يا مؤمن. منفذ رفح لم يتم غلقه مش من أثناء الحرب فقط، حتى من قبل كده. يا سلام، ده انت طلعت بطل خارق اهو. طب فين ال5000 شحنة اللي واقف على معبر رفح بقالها أسابيع ومش بتدخل؟ في أكتر من 5000 شاحنة موجودين دلوقتي على الأراضي المصرية، وأرجو من وسائل الإعلام بتاعتنا من فضلكم غطوا ده بزيادة عن اللي احنا فيه. بتعمل بروفة ولا تصوير ولا بتستنى تصريح مرور من هولندا؟ المعبر كان ممكن يدخل مساعدات طول ما فيش على الجانب الآخر قوات إسرائيلية متمركزة على الجزء الخاص به الجانب الفلسطيني. هنا بقى الموقف بيبان. نفس الراجل اللي بيقول لك انا مش متعاص دم هو نفس الراجل اللي بيقول لك المعبر مقفول من عندهم مش من عندنا. الاسابيع اللي فاتت ديت وجدت ان في شكل من اشكال يعني انا اسف اقول افلاس، يعني في افلاس في الموضوع. ده طالع مد قوي. ويتقال ان المعبر والمساعدات ما بتخش عشان مصر بتقوم بتمنع ده كلام يعني حاجة غريبة جدا. نفس اللي بيقول لك ايدي نظيفة هو اللي واقف بيتفرج على اطفال بتموت من الجوع والعطش يا مؤمن. مش عارفين ايه الحلال وايه الحرام في اللي بنعمله. منور يا مبجل. ويطلع في الاعلام يلمع صورته قدام الناس زي جزمته كده قدام ترامب. اتكلمت عنه وسائل اعلام عالميه امريكيه وفرنسيه ومن كل الجنسيات الحقيقه، وهو اعجاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب بحذاء الرئيس السيسي. بسم الله ما شاء الله، العين اللي تحسد تفسد. انا اسف اقول افلاس، يعني في افلاس. احنا لازم نبخره. ايوه لازم نتبخر من على وش الدنيا. انا بقول القلق مبرر ومشروع يمكن. طب ما السنين اللي فاتت كان في قلق. هو ده بقى الخوف اللي بيتكلم عنه عن مصير سوريا، ولا الخوف من ان صورته تتشرخ؟ احنا بنحاول نكون دايما دورنا دور هو مرعوب وعارف ان الناس لو طالته هو وعيلته هيتعمل منه سيخ شاورما من السوري الاصلي. دي الحرب ال5 اللي مصر وقفت فيها بدور إيجابي فاعل لوقف الحرب 5 مرات. دي المرة ال5.
اللي أنا بتكلم فيها. والأغرب إنك بتبيع الكلام على إنه بطولة وبتقفل المعبر كأنك بتحمي البلد، بس أنت بتحمي حاجتين. عشان الكرسي يقعد هو. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. حزلقوم قسما بالله انت ما عندك كونتنت بس بتعرف تسترسل عشان كده انا معجب بيك. ربنا يخليك يا عم. من 7 أكتوبر حتى الآن إن إحنا نسعى بجهد شديد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات. قسما بالله حزلقوم انت ما عندك كونتنت، وده اللي مصبرني عليك انك بتعرف تسترسل. ناخد بكل الأسباب لحماية بلدنا. الخوف الحقيقي مش على مصر يا ريس، الخوف على النظام من إن الشعب يصحى. ولو فعلا كنت خايف على البلد زي ما بتقول، افتح المعبر، افتح رفح، خلي المساعدات تدخل، خلي الإنسانية تمشي على رجليها بدل ما تفضل محبوس على الحدود. المعبر لم يقفل وتم تدميره 4 مرات أثناء الحرب الأخيرة ديت، 4 مرات، وإحنا نقوم بعملية ترميمه وإصلاحه مرة تانية. احنا مش ناقصين خطب وكلمات منمقة، احنا عايزين فعل. والضمير الإنساني بيقف متفرج، والمجتمع الدولي بيقف متفرج على ما يتم في قطاع غزة. ايوه يا ريس، دم غزة مش على دماغك اصلا، بس خلي بالك الكذب بيبان والتاريخ مش بيرحم والشعب مش بيتغفل. وافتكر دايما في زمن الكاميرات الضمير الميت هو اللي بيتصور اوضح حاجة، وبكاميرا سوني كمان. وبس كده، ونشوفكم الحلقة الجاية لو ما اتقفلش المعبر علينا احنا كمان. ويلا. فمن المهم ان كل شوية نفكرك ازاي السيسي خد اسوأ لقب لحاكم عدى على مصر في التاريخ كله. حاجتين انا ما عملتهمش بفضل الله سبحانه وتعالى، ايدي لا تعصب دم حد ولا ايدي خدت مال حد. ولم تسرق عائلة رئاسية في تاريخ مصر قاطبة كما سرقت عائلة السيسي وألضشها. والحقيقة هنلاقي الراجل ده يعني دمر سمعة مصر خلال نصف قرن. هذا الكاذب الفاجر يتعامل مع المصريين والعالم إن عندهم ذاكرة السماء. خرج ليتنطع ويكذب كذبا فاجرا على المصريين والعالم. منفذ رفح لم يتم غلقه مش من أثناء الحرب فقط، حتى من قبل كده. تطلق عليها كل الأكاذيب لتبرير ذلك الحصار. وسائل الإعلام المصرية كانت تعلن هذا على الملأ. هو الوضع اللي انتوا شايفينه في القطاع دلوقتي هو ناجم عن كده، بس مش ناجم على ان مصر تخلت عن دورها في ادخال المساعدات او بتشارك في حصار القطاع. ده امر خطير جدا ومهم جدا. تاريخ كام ده يا اولاد؟ مصر تغلق معبر رفح لاجل غير مسمى. تاريخ كام ده يا اولاد؟ انا شايف ان التاريخ هيتوقف كثيرا جدا، وهيحاسب ويحاكم ناس كثيرين جدا ودول كثيرة على موقفها من هذه الحرب. صدق انا اتأثرت يا سيسي، وترى يا ترى يا سيسي انت برضه هتتحاسب على موقفك من الحرب دي؟ التاريخ هيقف كده، والضمير الإنساني مش هيفضل صامت بالطريقة ديت. ده لو حصل دي تبقى كارثة، ده انت اول واحد، ده انت اول اسم، مش انت اللي قافل المعبر من اول الحرب؟ هل رأيتم واحد من أهل غزة قد خرج عبر الشاشات يضجر أو يقول تعبنا أو زهقنا؟ ازاي بتكتشفوا هذه الأنفاق؟ هل في مثلا أقمار صناعية؟ إن هنا في نفق، أكتشف، أتأكد، أجيب المعدات هنا. إنما كل مصيبة حلت على كل واحد من أهل غزة خرج وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أهالي غزة كان بيتظاهروا أمام المعبر بسبب إغلاقه، ده كل ده قبل الطوفان. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. مش انت يا سيسي اللي بتقبض على أي حد يتضامن مع فلسطين؟ قال لك مصر عمرها ما أغلقت معبر رفح. اللهم أرنا فيه آية من آياتك يا كريم. بل وزيادة على ذلك وأولئك هم المهتدون. لأن الرئيس النهاردة قال جملة لم تذكر من قبل، ولا في حد قالها ولا في حد هيقولها. أنا شايف إن التاريخ
هيتوقف كثيرا جدا، وهيحاسب ويحاكم ناس كثيرين جدا ودول كثيرة على موقفها من هذه الحرب. ورئيس اتكلم على ايضا وجه يعني رسائل للعالم كله، يعني العالم قاعد يتفرج، قال كده العالم يقف متفرجا امام هذه المأساة، هذه الإبادة التي تحدث في قطاع غزة. يا أيها السمسار، يا أيها المحتال، يا أيها المرتد، موعدكم سقر. التاريخ هيقف كده، والضمير الإنساني مش هيفضل صامت بالطريقة ديت. لا مؤتمر، لا مؤتمر، في القدس قد نطق الحجر. العرب مش على بالهم، وده اللي قاله محمد بن سلمان. لو انت خدت بالك من كتاب بوب وودر اللي قال فيه انه محمد بن سلمان انا تهمني القضيه الفلسطينيه ولا لي علاقه بيها. المؤكد ان غزه لا تحتاج قافله تدعي لنفسها انها قافله الصمود، مش عارف صمود في ايه يعني مش عارف صمود على ايه. شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا ايه؟ وفي الاخر طلع محامي اسرائيل قدام محكمه العدل الدوليه او الجنايه الدوليه بيعترف عليك ان انت اللي محاصر الغزاويين. ستظل مصر دوما بوابة لدخول المساعدات وليست بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني. نحن نعلم أنه لا فائدة منكم، نحن نعلم أنه لا خير فيكم. إغلاق معبر رفح البري وإعلان الطوارئ، حالة الطوارئ في سيناء. ده كان موقفنا في 8 أكتوبر و9 أكتوبر وبعد كده، وما زال موقفنا. 500 يوم على إغلاق معبر رفح وآلاف المرضى ينتظرون العلاج. نحن موقفنا واضح، نحن مستعدين لإدخال المساعدات في كل وقت، ولكن بل والله شاهت وجوهكم، شاهت وجوهكم يا حكام أمتنا في كل وقت، ولكن ماذا تنتظرون؟ فيديو لسفينة عسكرية ترفع علم إسرائيل وتعبر قناة السويس يشعل الجدل من جديد في مصر. في كل وقت، ولكن وعلامة استفهام. وعلامة استفهام. كما النساء تنتظرون المكياج كي تحسنوا صوركم أمامنا، اخرجوا لنا فنحن أدرى بوجوهكم. إنما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تسعيد خطير وعمل عنف وعدوان. واقصى تصريحات تطلع والله احنا نشجب. شنو تشجب؟ جر سيفك، جر سيفك وشوفهم شلون يصيرون ذولا، يعني ابو بريص احسن منهم. صوركم نحفظها، اخرجوا لنا لا تخجلوا منا. في الايام اللي فاتت دي حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش، ما يلا بقى. لا احنا ما عملناش ده. نعرف صوركم تماما. هو الوضع اللي انتوا شايفينه في القطاع دلوقتي هو ناجم عن كده، بس مش ناجم على ان مصر تخلت عن دورها في ادخال المساعدات. انت بعد كل ده اللي طلعت اعلامك عشان يقول احنا مالنا ومال غزه، ما تولع غزه. بمناسبة خطة الإعمار بقى وقاعدين نقنع وأصل الوساطة، مش فاهم كل ده أنا شخصيا كمصري مش فاهم نعمله ليه؟ وإحنا جايين خراب، وإحنا جايين تبديد للطاقة المصرية. أو بتشارك في حصار القطاع، ده أمر خطير جدا ومهم جدا. نرى الجبن في وجوهكم، نرى الخيانة في وجوهكم، نرى الذل في وجوهكم. مش معقول الناس لسه من يومين طلبوا منك يعملوا مظاهرة قدام سفارة إسرائيل في القاهرة، رفضت. معبر رفح ده زي ما الرئيس أكد، قال لك على مدار ما قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر معبر مفتوح بتاعنا من ناحيتنا. تكتشف بلا برامج ولا شعوب ولا معتز ولا أي حد إن المعبر مغلق طوال الوقت والناس كانت بتستغيث في غزة. لكن الناحية التانية عليها جيش الاحتلال موجود. افتح المعبر يا كلب، بطل كذب وتدليس. ده كل ده ايه قبل الطوفان. احنا خلال السنين اللي فاتت، خلال 20 سنة تقريبا، كان دور مصر هي محاولة لعدم اشتعال الموقف في قطاع غزة، وجعلوا إسرائيل هي التي تتحكم كلعبة الشطرنج، عليها 22 حاكم عربي وإسلامي. مصر وإسرائيل
عملوا تعاقد جديد ب 35 مليار دولار لتوريد غاز إلى مصر من دلوقتي لغاية سنة 2040 لمدة 15 سنة. يلعبون بهم كما شاءوا وهيئوهم لهذا اليوم. ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات. المعبر كان ممكن يدخل مساعدات طول ما فيش على الجانب الآخر قوات إسرائيلية متمركزة على الجزء الخاص بالجانب الفلسطيني. أين أنتم؟ لم يترك لكم إلا إرسال الدواء والغذاء بمهمة تشبه مهمة النساء في المعارك. رفح حيث يتكدس الطعام والدواء والماء على الحدود المصرية. رواية نشطاء من المغرب والجزائر تقول أن السلطات احتجزتهم فور وصولهم لمطار القاهرة بسبب رغبتهم بالوصول إلى غزة. أنا مش شايف أي سبب لوجودك عندي غير أنك أنت رجل بتقول أنا رايح أعمل اللي المصريين كلهم ما عرفوش يعملوه، تلميحات. طيب أنا عايز أقول لحضرتك أن البحر مفتوح وتقدر تروح، اللي حضرتك قدرت تعمله ساعة ما طلعت بريا تقدر تعمله برضه بحريا. علينا القتال وعلينا الرجولة وعلينا البطولة وعليكم الخنوع وعليكم الذل وعليكم الخيانة إلى يوم القيامة.